السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض بسكوت العيد بطريقه سهله خالص ومكونات مظبوطه. شايفين بقى عامل ازاي؟ بجد طعمه تحفه وريحته جابت اخر الشارع وطريقته سهله خالص. تعالوا اول حاجه نبتدي. معانا هنا السمنه، انا بس بشتغل هنا سمنه بلدي بس دخلتها التلاجة. هنا معايا 600 جرام. ال600 سمنه هيبقوا نص كيلو وعليهم نص كوبايه. تمام كده. حاجات العيد دي بتبقى محتاجة الميزان علشان تظبط معانا، والحاجة ما تبص مننا، الحاجة غالية. ف 600 يعني هيبقى حوالي 3 كوبايات، هيبقوا 3 كوبايات سمنة. ومعايا هنا السكر، 3 كوبايات سكر بودرة ناعم. تضربيه كويس، تنعميه كويس يعني، او لو هتشتري جاهز. تمام كده. هنزل بيهم على السمنة واضرب كويس على سرعة عالية لحد ما يبقى معانا بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. القوام ناعم خالص زي الكريمة كده، ما توقفيش ضرب خالص لحد ما نحاول نجيب جوانب البولة علشان كل الزبدة تتخلط كويس. معايا هنا 4 بيضات. هنزل واحدة واحدة كده واضرب. هنشغل المضرب على سرعة متوسطة، وانزل هنا بفانيليا، وبعدين ابتدي اضرب. واحاول وانا كل مرة بضرب فيها انزل الجوانب البولة علشان الخليط كله يبقى واحد. تمام كده. هكمل ضرب وانزل بيضة بيضة كده لحد ما اخلص الاربعة. طبعا البيض بدرجة حرارة المطبخ، ما ينفعش البيض يكون ساقع. تمام كده. هخلص كده ضرب. خلاص كل البيض اختفى خالص. معايا هنا كوباية لبن، واكمل ضرب بقى. لو حابة تعملي، هنا انا عملته بالحليب، لو حابة تعملي بالبرتقال هتجيبي كوباية عصير برتقال وتضيفيها. وانزل هنا بباقي كوباية اللبن، وبعدين اكمل ضرب. خلاص كده تمام. هنا هنزل بقى بالدقيق. معايا هنا كيلو دقيق، هستخدم كيلو دقيق. اهم حاجة اختاري نوع الدقيق يكون كويس. ومعايا معلقة كبيرة ممسوحة بيكنج باودر، وانزل بيها ورشة ملح. وبعدين ابتدي اقلب بقى الدقيق، اقلبيه تقليبه كويسة علشان الملح والبيكنج باودر. وبعدين هنزل بنص الدقيق، متنزليش بالدقيق كله مرة واحدة. وبعدين ابتدي اقلب بايدي كده، مش محتاج هو عجن، احنا بس مجرد ان احنا نخلي الدقيق يختفي بس كده. هكمل كده، وبعدين انزل بالكمية التانية واكمل عجن لحد الدقيق ما يختفي خالص. ده بقى نوع الدقيق اللي انا استخدمته، ده دقيق حبوبة. لازم يكون دقيق للبسكوت والكحك والبسكوت، او دقيق فاخر لازم. غير كده يبقى الدقيق معاكي هيبقى مش حلو خالص. احنا مش عايزين دقيق يكون له عرق. تمام كده. خلاص انا عجنته كويس، وجبت هنا بقى كيس حلواني، وجبت القمع ده. انت اختاري اي قمع انت حباه واي حجم انت حباه، بس مش هننزل بكمية كبيرة من العجين علشان ما تبقاش تقيلة على ايدينا. بس كده دهنت الصينية دهنة خفيفة زيت، وبعدين ابتدي بقى اشكل. لو اي حاجة كده مش مظبوطة نحاول كده بايدينا او بسكينة نحاول نظبطها. تمام. ما تدهنيش دهن كتير بالزيت علشان ما تحسيش بطعم الزيت وانت بتاكلي. تمام. هحاول نسيب مسافات كده حاجة بسيطة. اعملي الشكل اللي انت حباه او الطول اللي انت حباه. خلاص كده تمام كده. هظبط بس البسكوت. هسخن بقى الفرن على درجة حرارة 180. هدخل الصينية على رف الوسطاني لحد ما ياخد معايا اللون اللي انت حباه بقى. حابة لون خفيف او حابة لون زيادة، ده براحتك خالص. انا بقى خلصت الكمية كلها. انا هنا مسويه نصه لون ذهبي كده خفيف، والنص التاني زودت عليه السوا شويه، انا بحبه كده. انت حابه الدرجه اللي انت حباها تسوي بيها البسكوت. شايفين بقى البسكوته ماسكه نفسها وفي نفس الوقت دايبه، فيها قرمشه خفيفه كده. بجد طعمه حلو جدا وريحته قلبت الشقه. شايفين بقى التسويه تحفه. شايفين بتكسريه كده حلو قوي، هش جدا من جوه زي ما انتوا شايفين، لكن في قرمشه كده خفيفه. شايفين عامل ازاي؟ بجد يا جماعه البسكوت في البيت خطير، احلى من احلى محل. طعمه حلو قوي وطريقته سهله زي ما انتم شايفين. اهم حاجه اختاروا نوع الدقيق، لان نوع الدقيق لو مش حلو الدنيا هتبوظ. هنا بقى حبيت اوريكم بقى فرق الدقيق. انا جبت نوع دقيق تمام، ما كانش حلو خالص. شايفين الفرق ما بين ده وما بين ده؟ اختاروا نوع دقيق يكون كويس. هو طبعا كان للكحك والبسكوت بس تقريبا مش عارفه كماله، كان تقريبا في حاجه ما كانش حلو خالص. اول ما غيرت نوع الدقيق طبعا ظبط معايا خالص، والبسكوت طلع حلو قوي. شايفين الفرق عامل ازاي؟ كانت بتتقطع مني العجينه
وحشه خالص. هي نفس المقادير اللي انا عملتها، بس حبيت اوريكم ان انتوا احيانا بتعملوا حاجه مش انتوا اللي فشلتوا فيها، لا بس الدقيق ممكن هو اللي يبوظ الحاجه. خلاص انا بعد ما برد خالص فرشت كيس تلاجة، فتحته نصين وفرشته في العلبه هنا، وبعدين شلت بقى البسكوت، رصيت البسكوت بعد ما البسكوت طبعا يبرد تماما. فعلشان كده بقول لكم اهم حاجه نوع الدقيق، لازم تختاروا انواع دقيق، في الضحى وفي حبوبه اللي انا اشتغلت بيه اللي وريته لكم دلوقتي، وفي سنبله، يعني اختاروا نوع دقيق يكون كويس.